يعني انت كمان بتقيم الشركه في الثلاث شهور دول. يعني زي ما انا في الانترفيو بقيم الشركه انا برضه في انت البروفيشن من بقيم حقك ان الشركه. انت في الفتره بتاعت البروبيشن تقول يا جماعه انا مش عايز اكمل، انا بشتغل وبطلع قماش كل حاجه، بس بدات الشركه تحط عليا لود وبدات احس ان انا مضغوط، بدات احس بحبه بيرن اوت، انا بتحرق بسرعه يا جماعه، انا ما ده مش طبيعي. يعني الناس اللي هي بتبقى خريجه حاسبات او خريجه هندسه كمبيوتر والناس اللي عاملين كارير شيفت من مجالات ثانيه، هل في نوع من انواع التفضيلات؟ يعني هل ده احسن من ده؟ هل انا ممكن اقول فعلا ان فلان احسن من فلان كشركه وانا بعمل هاير؟ اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل كلام اوفر فلو. كلام اوفر فلو هو البرنامج اللي بنحاول نساعد فيه الايرلي كارير تك بروفيشنالز ونرد على اسئلتهم ونعيش معاهم التشالنجز اللي بيقابلوها في بدايه الكارير. انا احمد خالد ومعايا صديقي عمر رضا. ازيك يا عمر؟ انا زي الفل، انت عامل ايه؟ كل مره بنقول كل مره ازيك يا لازم عمر. ازيك، طبعا لازم الاول نتاكد ان احنا تمام عشان نعرف نبدا. احنا المره دي لسه مركزين شويه في الجونيور اللي هو لسه داخل شركه جديد. تمام. والجونيور اللي لسه داخل شركه جديد دوت في الاول بيتحدد له كده بروبيشن بيريد. حلو. في خلال الثلاث شهور طبقا للقانون العام المصري، الثلاث شهور بتوع البروبيشن بيريود دولت انا ببقى حاسس كجونيور ان انا صباعي تحت ضرس الشركه، ممكن في اي وقت يقولوا لي اطلع بره. انا دلوقتي اعمل ايه علشان خاطر ابقى عارف انا واخد التراك الصح ولا لا، او ايه الاكسبكتيشنز الشركه مستنياها مني؟ طيب بص، هو عموما انت في الفتره بتاعت البروبيشن دي انت فعلا تحت التقييم، عشان برضو ما نبقاش بننكر الحقيقه دي. انت فعلا بتتقيم في الفتره بتاعت 3 شهور عشان الشركه تبدا تحدد والله انا الكانديديت ده عايزه يستمر معايا او لا، احنا عندنا مشكله ومحتاجين ان احنا ما نكملش يعني. وده بالمناسبه للطرفين كده في الثلاث شهور دول. يعني زي ما انا في الانترفيو بقيم الشركه انا برضه في انت البروفيشن من بقيم حقك ان الشركه. انت في الفتره بتاعت البروبيشن تقول يا جماعه انا مش عايز اكمل من غير نوتس بيريد، انا مش عايز اوكي. اكمل. ليه؟ والله انا لقيت ان عندي مشكله معينه موجوده في الانفايرمنت دي، فحتى ما فيش ما يمنع ان انت تمشي من الشغل في اول 3 شهور عادي. خلينا عشان ده توبيك مهم، خلينا نبقى ناخده بعد كده، اللي هو انا ازاي ممكن اقيم الشركه والحاجات التوكسيك او الحاجات الريد تمام فلاجز اللي ممكن الاقيها في تمام. الشركه. بس احنا بنهايلايت انه في فتره البروبيشن انتوا الاثنين كاطراف في الكونتراكت بتقيموا بعض، والله من حق اي طرف من الطرفين ان هو يقول يا جماعه انا مش عايز اكمل. اوكي. طيب انا دلوقتي موجود وانا حاسس ان انا تحت ضرس الشركه، وحاسس ان الشركه مستنيه لي غلطه علشان تمشيني. في الحقيقه ده مش صح. ليه؟ اولا الشركه حطت نوع من انواع الانفستمنت في ان انت تكون موجود وبيدفعوا لك سالري وما الى ذلك، فبالتالي انت مش تحت ضرس الشركه ولا حاجه، بس انت محتاج ان انت تشو نوع من انواع الايفورت او نوع من انواع المجهود اللي انت المفروض تعمله علشان تبين للشركه ان والله انا كواليفايد انف ان انا اكمل معاكم في الشركه دي. عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت في الفتره دي بيكون اكسبكتد منك ان انت تبقى عملت نوع من انواع الاندماج، او دخلت وزن التيم بتاعك من غير ما يكون في مشكله. التيم بتاعك والمانجر بتاعك بيديسايد ان انت الفتره بتاعت الاونبوردنج دي كانت بالنسبه لك سهله بسيطه، واجهت مشكله حسيت ان الموضوع كبير قوي زياده عن اللزوم عليك، ده بيبقى انديكيشن المانجر بتاعك بيبعته للاتش ار علشان مثلا يقول انه فلان في الفتره بتاعت البروبيشن كان بيميت الاكسبكتيشن اللي انا كنت حاططها منه. كده اللي بيحط الاكسبكتيشنز دي المانجر اللي انت موجود في التيم اللي انت اسايند عليه، فهو بيقول والله انا وبيشير معايا ده. بيشير معاك ده لو انت بتعمل معاه 1 تو 1، لو بتعمل معاه ميتنجز. يعني انت كمان من حقك ان انت لما تدخل اول ميتنج، اصل انت في الاول وفي الاخر انا عملت اونبوردنج لتيم جديد، فلازم الشخص اللي بيبقى هاندل التيم ده يعمل معاك كول اوكي. على الاقل واحده. تمام. خلال 3 شهور. على الاقل واحده. اوكي. عشان وارد جدا ما يبقاش عنده كباستي يعمل تاني. انا كنت لسه بتكلم معاك في الحلقه اللي فاتت انه في فتره ساعات في الفتره في الاول ما بيبقاش مثلا في، لو انت بتجوين فتره فيها ديليفري او فتره فيها مثلا لود، ما بيبقاش في كباستي قوي ان هو يعمل ده. بس على الاقل على الاقل لازم على الاقل يبقى فيه كول واحده. الكول حتى لو افترضنا انها كانت كول واحده، انت محتاج تدرس والله يا جماعه انا عايز اعرف ايه الاكسبكتيشن مني في الفتره دي علشان ابدا ان انا اشتغل عليها، وبعد كده نبدا ان احنا نحط جولز، سواء بقى جولز بير كوارتر، جولز بير هاف يير، او جولز بير يير اللي هي الانوال جول. بتحط ده مع المانجر بتاعك، بس المهم ان انت تبقى عارف الراجل اللي انت هيقيمك ده مستني منك ايه. اوكي. تمام. فده بيتعمل له ريزنج في اول ميتنج بتعمله مع المانجر ده.
وتبدا ان انت تشتغل بناء على الاكسبكتيشنز دي. والله عمل معاك اكتر من ميتنج واحد، بتبدا تساله في الفولو اب ميتنجز، والله انت شايف الفتره اللي فاتت دي انا ايه نظامي في الحاجات اللي كنا متكلمين عليها، طب انت شايف ان انا طب في فيدباك، في حاجه مثلا شايفها ان محتاجه ان انا اصلحها، تبين ان انت برضو للمانجر ده تبين ان انت مهتم، ان انت تثبت نفسك، ان انت لو في مشكله عايز تصلحها as fast as possible، مش عايز تفضل محسسه ان انت غرقان او انت في دنيا وهو في دنيا ثانيه. اوكي. فانت بايدك ان انت تحسس الشخص اللي بيقيم البروبيشن بيريد بتاعتك دي ان هو راضي او مش راضي. هي في الاول وفي الاخر فتره البروبيشن ما بيبقاش الاكسبكتيشن منها عالي من ناحيه التيك وايز، بس انا بتوقع لو انا مثلا بهاير، انا متوقع ان الشخص اللي انا هجيبه ده في فتره البروبيشن هي الفتره اللي هو محتاجها علشان يقدر ان هو يندمج ويبدا ان انا يبقى احس ان هو جزء من التيم، فابدا ان انا اصلا عليه تاسكات والدنيا تمشي بشكل طبيعي. اوكي. انت قول لي رايك. انا أم، رايي ما يختلفش كتير عن رايك. انا رايي فعلا ان هي فتره البروبيشن بيريد ديت الشركات بتبقى حاطاها عشان ما يبقاش الشخص اللي قدامي مثلا، مش عايز اقول خدعني في الانترفيو، هاو ايفر هو مش بيميت الاكسبكتيشنز، بس في الانترفيو كان مادي اداء كويس، فانا يعني ممكن اللي كانوا بيعملوا انترفيوز خدوا انطباعات ما، والانطباعات دي مش صحيحه قوي. كنا اتكلمنا قوي في اول الحلقات على الكالتشر فيت، هل انت كالتشر فيت ولا لا؟ دي بتتقاس اكتر مش بس في انترفيو، لما انت تخش مع تيم بيشوفوك لما بتاخد تاسك تبقى عامل ازاي، هل انت بتقول لا انا مش هاخد التاسك الفلاني، ما بفهمش في الحته دي خلاص انا مش هعملها ولا لا. فهي بيبقى حته تقييم الشركه ليك، مش ما عندهاش اكسبكتيشنز عاليه، هاو ايفر هي بتقيم ادائك وزن التيم، والديسيجن زي ما انت قلت هو بيتاخد من المانجر. هاو ايفر في ناس بتساهم في الديسيجن ده بشكل ما او باخر، فانت المانجر زي ما قلنا كده غالبيه المانجرز يعني مش بيشتغلوا كشكل مايكرو، مش بيخش معاك كل يوم، انت بتبقى شغال مع بادي، شغال مع منتور، شغال مع سينيور تاني، فده برضو بيدي عنك فيدباك. فانت المتوقع منك انت زي ما قلت انت صباعك مش تحت ضرس الشركه، لان هي فتره تبادل، يعني عايز اقول كده ايه، انت بتقيم الشركه والشركه بتقيمك زي ما انت قلت، وفي نفس الوقت انت مش مطلوب منك حاجه كبيره، انت بيتقاس الليرنينج كيرف بتاعك شكله عامل ازاي، بيتقاس انت كلتشر فيت ولا لا، بيتقاس انت ادائك مع التيم، هل انت شخص برو اكتيف، هل انا شخص ممكن يعتمد عليه ولا لا. فكل الحاجات ديت مهمه جدا، وفي نفس الوقت انت مش لازم تستنى ال 90 يوم يخلصوا، 3 شهور يخلصوا عشان خاطر تقول ايه ده انتوا عينتوا، مش يعني مش هستنى ان انا ايه اتفاجئ ان انا معاكم او مش معاكم، لا. انت ممكن بعد 45 يوم تخش 1 تو 1 مع المانجر زي ما انت قلت، انا في الاول هو عمل شير الاكسبكتيشن معايا، او لو ما عملش انا ابدا اساله انا ايه الاكسبكتد بالنسبه لي لاول شهر، اول 45 يوم، اول 90 يوم، الاكسبكتيشنز بتاعتي. ادخل عند 45 يوم اقول له ايه البوينت الكويسه، ايه البوينتس اللي انا محتاج احسن نفسي فيها او اطور نفسي فيها، اخد منه فيدباك. فلو لقيت الفيدباك عموما كويس وبتاع، فانت اطمن، هو مش بيبقى معمول عشان خاطر امشيك، يعني الشركه مش هيغدر بيك يعني، مش هتخش في هايرنج بروسيس وكل ده كوست عشان خاطر بعد تمشيك في 3 شهور، بس عشان في بعض الناس ما تبقاش فعلا كالتشر فيت، فبيبقى ايه بيمشوهم، حد مثلا ما بيبقاش عنده ريسبونسبيلتي عاليه، حد بيبدا يرفض تاسكات، حد بيعمل بيهيفير مش متوقع منه، فعشان كده ممكن ده يمشي، بس في الغالب ده ما بيحصلش. بس اسال على طول، خد فيدباك على طول، خد فيدباك من المنتور، خد فيدباك من السينيور اللي معاك، خد فيدباك من المانجر اللي معاك. طيب خلينا ننط الجزئيه الثانيه. خلاص انت خلصت البروبيشن، اوكي، عدى عليك شويه وقت وبدات تحس ان هم بقوا بيحطوا عليك لود شغل زياده شويه. انا بشتغل وبطلع قماش كل حاجه، بس بدات الشركه تحط عليا لود وبدات احس ان انا مضغوط، بدات احس بحبه بيرن اوت، انا بتحرق بسرعه يا جماعه، انا ما ده مش طبيعي يعني. ازاي بقى ممكن اطلب ان انا اقلل شويه اللود ده، او حتى لو في حاجه ممكن تتاجل بتاع، اتصرف في وضع زي ده ازاي انت يعني انت قلت السؤال فعلا، انا لسه بقول لك ما ينفعش تبقى بترفض شغل، ازاي انا ما ينفعش ابقى برفض شغل وفي نفس الوقت انا جاي لي شغل كتير ومش عارف اهندل الموضوع ده. هي الموضوع كله في بريورتيز، سيت يور بريورتيز، او مش يور بريورتيز، سيت يور تيم بريورتيز. انت جاي لك تاسكايه انك تعمل مثلا، لو انت سوفت وير انجينير، ريفاكتور في الحته الفلانيه، تعمل سيرفيس جديده او تانيشيت حاجه في سيرفيس جديده، جايه لك حته ثالثه اللي انت تعمل مثلا دوكيومنتيشن لجزئيه، مطلوب منك اللي انت تعملها وزن شهر، الشهر ده 40 ساعه شغل تقريبا، انت حسبت التاسكات بتاعتك دي ولقيتها لا دي تاخد 60 ساعه وهي مطلوبه منك في شهر، فمش هينفع تقول للمانجر لا انا مش هعمل التاسكايه دي، انت بتروح تقول له انا اي نيد تو بريورتايز، انا لما حسبت لقيت ان التاسك دي هتاخد مني مثلا سي اسبوعين، التاسك ديت كذا، التاسك ديت كذا، اديني اليوم A وبي وسي، سيف 1 سيف 2 سيف 3 مثلا، عايز ارتب دولت. فبالتالي انت من البدايه قبل ما تبدا وتضيع وقت التيم وتيجي في الاخر عند الدليفري تقول لهم انا ما لحقتش اخلص انتوا مديني حاجات كتيره، لا انت من الاول
عملت اكسبكتيشنز اللي قدامك، وفي نفس الوقت عملت بريوريتايزيشن، رتبت الاولويات اللي انت محتاج تشتغل فيها. بناء على دوت انت ان شاء الله المفروض ما يحصلكش بيرن اوت. بس انا برضو عايز اعرف وجهه نظرك، انا برضو لسه ستيل حاسس بدوت، انا ازاي ممكن اهندل الحته دي؟ بص، هو عموما المفروض انه المانجر بتاعك ما يوصلكش لده. يعني جزء من كونه مانجر انه ما يوصلش حد من التيم بتاعه انه يبرن اوت. تمام، اوكي. ده مبدئيا. فالابروتش اللي انت بتتكلم عليه بتاع ان انا ابدا احط او احدد السيفيريتي بتاعه التاسكات، وابدا ان انا اقسم اقول دي هتاخد كذا، دي هتاخد كذا، دي هتاخد كذا. فانا بقول للمانجر بتاعي والله انا في الشهر هقدر ان انا ديليفر ده، مش هقدر ان انا ديليفر ده. المفروض في العادي انه ممكن هو يكون عمل ده من السايد بتاعه هو، يعني هو بنفسه يكون حدد انه انا عارف ان احمد مش هيقدر ان هو يغطي اكتر من اكس كاباسيتي، فهبدا اوزع التاسكات بالشكل اللي يخلي احمد ما يحصلوش بيرن اوت على اخر الشهر. اوكي. ما حصلش، انا بفترض ان انت ممكن تكون عندك هذه المعلومه، فتبدا ان انت تاخد الابروش بالعكس، تعمل انت اللي المانجر كان المفروض ان هو يعمله، فتبدا ان انت تاخد الموضوع بشكل برو اكتيف. والله يا باشا انا مش هقدر زي ما انت كنت بتتكلم كده، فابدا احط برايورتيز، انا شايف ان ده اهم، فده اقل اهميه، فده اقل اهميه، فالاهم لازم يخلص الاول، وهكذا، عشان حتى لو فضل ديبندنسي ما تبقاش بلوكر بالنسبه للتيم على اخر الشهر، لو فرضنا ان في ديليفري او في ديدلاين. فانا معاك. ممكن تاخد انت الابروتش ده من عندك لو فرضنا ان المانجر ما خدوش اصلا من ناحيته هو. زي ما قلت لك، انا بالنسبه لي بقى متخيل ان هو مش هيحطك في الحته بتاعت ان انت تبرن اوت بسرعه، بس وارد يحصل. ولو حصل انا مقتنع ان انت المفروض تتكلم معاه في انك والله يا باشا انا عندي الكباستي هي اكس، والتاسكات دي ممكن تخلص يا دوبك في الوقت بتاع اكس ده، واي حاجه زياده عن دول عشان الزياده ده هيبقى اقل اهميه ممكن نرحله مثلا السبرنت اللي جاي او بيبقى في حاجه بتتعمل في الشركات اسمها باك لوج جرومينج او باك لوج ميتنج. بيقعدوا كده كل مثلا اسبوعين 3 شهر، ويشوفوا الباك لوج كله فيه ايه، مش تاسكات، ايبكس او انيشيتيفز، حاجه كبيره تمام، فيها سب تاسك. ويبدا المانجر يتكلم مثلا مع كل سينيور او مع كل تيك ليد، الايبك او الانيشيتيف او ايا كان الحاجه الكبيره اللي فيها تاسكات صغيره دي هتحتاج وقت قد ايه انها تخلص على الشهر اللي جاي. والله يبدا السينيور او التيك ليد هو اللي ياخد الديسيجن او ياخد الكول، انا محتاج ان انا اخلص الايبك او الانيشيتيف دي مثلا في اسبوعين، في 3، في شهر، في 3 اشهر. فيبدا المانجر ياساين الريسورسز النيدد للسينيور ده عشان يديليفر في الوقت ده. والله انت عايز تخلص في اسبوع، انا هحتاج حد معايا، هحتاج مثلا احمد جونيور لسه داخل، فمحتاج احمد يهندل معايا الجزء ده عشان نبدا ان احنا نديليفر في الوقت الفلاني. فاهم؟ فكل ما كانت الدنيا اورجنايزد اكتر، كل ما احنا هنتجنب الوصول لحته البيرن اوت دي. فانت وانت في الشركه كده بتبدا تقيم، والله انا الناس بتحاول فعلا تحافظ عليا من قصه ان اوصل لبيرن اوت ولا لا، علشان لو لا ده بيبقى انديكيتور ليك ان المكان مش الطف حاجه انك تفضل مستمر فيه لفتره طويله. ليه؟ عشان هتيجي على نفسك بشكل مبالغ فيه نفسيا، مش هتقدر ان انت تطلع قماش مع الوقت. يعني عديت اول مره والديدلاين ضغطك، ثاني مره والديدلاين ضغطك، ثالث مره هتحس ان انت لا، انا يعني بتعب، وبعدين انا بفصل كمان او بوصل لمرحله ان انا ما بقتش قادر احس بال بحياتي بره الشغل. انا اتعزلت بسبب موضوع الشغل، فالديدلاينز واللود مبالغ فيه جدا، فانا مش قادر ان انا اعمل نوع من انواع البالانس يعني. دي وجهه نظري. طيب انا برضو يعني انا عايز اسمرايز الحته ديت. فاحنا قلنا ان احنا هنبريورتايز التاسكس بتاعتنا في الاول، ويعني كل لما برفع ايدي بدري واقول ان الموضوع دوت هياخد مني وقت اكبر وان فيه هيبقى فيه لود عليا اكبر، ده بيبقى افضل. هنتجنب وكمان ساعات بيبقى الواحد فاكر ان في تاسكيه هتاخد منه شكل كبير لان هو مش عامل لها سكوبنج صح. فلما انت بتبدا تقول لهم انا يا جماعه الموضوع ده هياخد مني اسبوعين، يقول لك ليه؟ ده انت مطلوب منك تعمل 1 2 3 بس فيها. فده ممكن ساعات برضو يرفلكت ان انت تعرف ده مطلوب مني الريكويرمنت بتاعتي حاجات صغيره، فعملت ست الاكسبكتيشن وانا عرفت مطلوب مني ايه من بدري، فانت بدا مبدا واشتغل يعني. في حاجه كبيره بالظبط. طيب خلينا بقى نتكلم في توبيك تاني. هو برضو ليه علاقه بان انا لسه جديد في المجال، بس ممكن ما يبقاش ناس كتيره اوير بيه، حته المنتور شيب واهميتها. انا لو الشركه بتاعتي سواء ادت لي منتور وانا او يعني اصاينتني المنتور، او ما عملتش دوت اصلا في الاول، ايه هو مين هو المنتور بشكل سريع كده، وايه اهميته في الكارير جروث بتاعي؟ طيب مبدئيا كده المنتور ده شخص انت بتكون مثلا اخترته او هو كان اسايند عليك. الهدف من وجوده ان هو لما يتقابل اي نوع من انواع البلوكرز او اي نوع من انواع الحاجه اللي هي بتبقى بلوري او مش واضحه او مش ترانسبيرنت، هو دوره ان هو يساعدك في ان انت تتجاوز ده، او حتى كمان يجايد يو ثرو ازاي تكبر في الكارير حتى لو ما عندكش بلوكرز خالص. اوكي. انت راجل جونيور، راجل فريش جراد،
والله الدنيا ماشيه معاك زي الفل ومفيش اي مشكله، عايز اخد النكست ستيب. إمم. انت مش هتعرف تاخد النكست ستيب دي ازاي غير لما يكون عندك حد يقول لك تعمل ايه عشان تاخد النكست ستيب. خصوصًا لو أنت فالمنتور، في الأول. خصوصا انت في الاول فوجود المنتور شيب بالنسبه لك شيء مهم. ليه؟ هيوضح لك حاجات انت ممكن ما تبقاش متخيل انها اصلا موجوده. إمم. انت ممكن بالنسبه لك اصلا انا بقالي في الشركه دي سنه، ليه ما بترقاش؟ هي مش بالمده، هي مالهاش علاقه بالوقت. انت في حاجات ممكن تبقاش مدرك انها اصلا بتتاخد في عين الاعتبار. اللي ممكن يوضح لك ده المنتور. إمم. لما تقابل مشكله ليها علاقه بالشغل، اللي ممكن يساعدك في ان انت تحل المشكله هو المنتور. لما تقابل حاجه انت اصلا ما كنتش تعرف عنها انها كانت موجوده، ولو عايز ليها توضيح ممكن ترجع لمين؟ ترجع للمنتور. فالمنتور ده ممكن يبقى المانجر بتاعك، ممكن الشركه تأصين لك منتور غير المانجر بتاعك، يبقى عندك منتور أوكي. وعندك مانجر. ممكن الشركه ما تعملش الاثنين وانت تدور على منتور لنفسك في الشركه. أوكي. فانت ممكن وانت بتتعامل كده وزن التيم تحس ان مثلا انا مثلا في تيم فيه 5، بس انا حاسس ان احمد اكتر حد فيهم حابب ان هو يساعد ويشير النولج بتاعته، ومدي مساحه ان انا اخبط على الباب واقول له يا احمد انا عايزك تبقى المنتور بتاعي. انا شايفه بيساعدني من غير حتى مطلب منه، فده أوكي. بيدي انديكيشن انه احمد ويلنج ان هو يساعد ده. حتى لو انا طلبت احمد مش هيقول لي لا. فدي واحده من الحاجات اللي احنا ممكن نحطها في عين الاعتبار. لو انا مثلا بجوين شركه جديده، ابدا اقيم الناس اللي موجوده مثلا معايا في التيم ده، افترضنا انا دايره علاقاتي في التيم بس، وابدا اشوف مين فيهم ويلنج ان هو يساعد من غير مطلب منه، عشان لما اطلب منه ابقى متخيل ان هو مش هيرفض. تمام. أوكي. وبلس انت تحط في عين الاعتبار كمان ان السينيورز او التك ليدز او الناس اللي هي اقدم منك او اكبر منك في الشركه، واحده من الحاجات اللي بتخليهم اصلا يترقوا هم ان هم يعملوا منتور شيب لناس صغيره. يعني بيبقى في مثلا ان انت عشان تترقى تبقى سينيور، او عشان تترقى من سينيور ايه لسينيور بي، لازم تخلّي حد لازم يعرف يبقى حد مكانك. لازم تخلي حد بالضبط. يكبر. فهو إمم. بيبقى واحده من الحاجات اللي بيتقيم على اساسها هل هو بيقدر ان هو يمنتور ناس صغيره ولا لا. صح. بالعكس، فانت هتبقى انت شايف ان هو ويلنج ان هو يساعد، وفي نفس الوقت هو بيدور على حد يقدر ان هو يعمل له موضوع المنتور شيب ده، في ان هو يساعده، وده بيبقى بالنسبه له يرجع له ككريدت. تمام. فوجود المنتور مهم جدا 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 بالنسبه للناس اللي هي لسه في الاول. بيعرفكم حاجات كتيره جدا ما بيبقاش هو مدرك انها اصلا موجوده، او ان هو المفروض أو إن يكون هي اول بيها، مهمة. او انها أوكي. مهمه. بالظبط. يعني ممكن يكون أوكي. بيتعامل الموضوع على انه عادي ويطلع الموضوع مش عادي ولا حاجه. أوكي. فاهم قصدي؟ برضو انت قول لي وجهه نظرك. انا برضو عايزه، يعني بما ان احنا الاثنين كان اول منتور لينا واحد في اول شغل لينا اشتغلناه خالص، فبرضو كودوز مره ثانيه، احنا عملنا كودوز قبل كده، كودوز مره ثانيه الانجي، إن شاء الله علشان تشوف الحلقات ان دي شاء بس. الله تشوف الحلقات. عشان احنا بجد ممتنين ليها، او ممتنين لوجودها كمنتور لينا في اول كاريرنا، عشان ده فرق معانا كتير. أكيد. أنا بالنسبة لي بس في الأول كده لازم أبقى مفرّق ما بين المنتور والبادي، يعني مش الشخص اللي بي باقابله في الأول كده والمدير بيقول لي هو اللي موجود معاك ده، عشان خاطر بس أخلّص الإجراءات اللي في الأول دي ويبقى معايا الtools وكل الكلام ده، مش ده اللي بيبقى لا لا المنتور. مش شرط، لا. فالمنتور هو الشخص فعلًا زي ما أنت قُلت كده اللي بيguide me through something. ممكن يبقى الحاجة دي ما لهاش علاقة بالشركة، ممكن يبقى أنا في بعض الشركات أصلًا وظيفتها اللي هي provide mentors لحاجة ما في الحياة. مم. فهو ده الconcept العام بتاع المنتور. إحنا بنتكلم أكتر عن الcareer. فالمنتور زي ما أنت قُلت هو الشخص اللي بيساعدني إن أنا آخد الnext steps، مش مطلوب منه إن أنا لمّا أعطل في حاجة في الكود أروح له، مم. مش دي وظيفته أوي. مهم. ومش المفروض إن أنا أburn out زي ما كنا بنقول كده شوية، المنتور في حاجات اللي هي الحاجات ديّة. بس هو شوية بيعرّفني الetiquettes بتاعة الشركة في الأول. مم. ممكن أرجع له في حاجة لو أنا مش عارف أتعامل مع الmanager بتاعي، أو مش عارف أتعامل مع مين مع team تاني. فممكن يبقى هو الشخص اللي باروح أشتكي له أقول له بُص في 1، 2، 3 ده blocker بالنسبة لي، أنا مش عارف أproceed في الشغل لإن في team كل أمّا أبعت له مثلًا الservice الفلانية أو الtask الفلانية يرجعها لي يقول لي أنت مش بتmeet الrequirements وأنا حاسس إن أنا أعمل لها مش عارف إيه. فهو هيبدأ يورّي لي حاجات صغيرة أنا ما كنتش واخد بالي منها، فيبدأ ده شوية يخلّيني أproceed في الشغل بتاعي حتى. مهم. عايز أقول لك إن أنا ليّا تجربة تانية مع الmentorship. كان ليّا mentor في فترة من الفترات للprofessional etiquettes بس. بمعنى إن أنا غالبية شغلي ليها علاقة بالemails وcustomer facing وحاجات شبه كده. فأنا كنت محتاج حد في بداية الcareer بتاعي دوّة اللي هو يقول لي إزاي أتعامل مع الcustomer، وإزاي لمّا الcustomer يdecline حاجة أنا عملتها له إزاي أتقبّل ده. مم. وأنا أصلًا ما كانش عندي في الأول حتّة يعني فكرة إن أنا لمّا الcustomer بيكلمني هو بيكلمني على أساس إنها ما الشركة. تشخصنهاش. ما أنا كنت تشخصنش الامور. لا يعني إيه يعني بالdecline اللي أنا عملته لك ما دوّة، لأ. تشخصنش الامور. بالضبط. فأنا كنت محتاج شوية الjump start ديّة اللي هو حد يبدأ يفهّمني الetiquette البسيطة دي. ممكن بيبُص على الemails بتاعتي ياخد حاجات كده عشوائية وأنا باتكلم مع الcustomers يبدأ يreview الحاجات ديّة. يقول لي لأ خلّي بالك مثلًا أنت ممكن ت ت تستعين مثلًا بcopilot أو تستعين بكذا اللي هو يرتّب لك الإيميل
ممكن شويه انت عندك بتحط حاجات بولد كتير في الايميل، وده معناها ممكن تتاخد بمعنى انك بتزعق اجريسيف او مش عارف ايه، لا صغر الخط شويه، مش حاجات شبه كده. ممكن تبقى حاجات بسيطه بس بيبقى الانطباع بتاعها عند الشخص اللي بيريسيف دوت ممكن يبقى كبير. مظبوط. فاحنا بنبقى محتاجين حد يجايد اس ثرو الحاجات ديت، حتى لو هي فعلا مش كارير جروس. ممكن يبقى انا يبقى عندي اكتر من منتور. منتور زي ما اقول لك هي البروفيشنال اتيكيت، منتور تاني للكارير جروس، منتور ثالث لحاجه سبيسيفيك قوي انا بعملها في حياتي. البودكاست ده لو احنا بنعمله كبروجكت، في حد ممكن يبقى عمل سبقنا وخد خطوات كتيره ووقع في حاجات كتيره فناخده كمنتور. فعشان خاطر ان ايه هو غلط برضه هيخلينا نتجنب الغلطات ديت. صح مظبوط. فده مهم جدا ان هو يبقى موجود عندنا في بدايه الكارير بتاعنا. ممكن انتوا يا جماعه في اول الكارير ما بتبقوش عارفين حاجه خالص، فاي حد بيقول لك معلومه بالنسبه لك جديده، هو ده بيأفكت الطريقه اللي انت بتفكر فيها بعد كده. يعني لما المعلومه تتقال لك مره انك مثلا خلي بالك من فورمات معين، خلي بالك من حاجه معينه، ممكن تبقى بالنسبه لك ايه ده، انا ما كنتش مركز في ان دي حاجه ممكن تكون مهمه، بس طالما اتقالت لك مره هي هتقعد معاك باقي عمرك كله. بالظبط. فمهم قوي كونسبت ان يكون في منتور، عشان حتى لو ما تغلط وانت مش مدرك انك بتغلط، حد موجود يصلح لك في الفتره اللي هي في الاول دي، عشان بعد كده تتجنب الغلط. فاهم قصدي؟ طيب خلينا نقول لك حاجه كمان، حاجه شائكه شويه، حاجه الناس بتتخانق عليها. انا دايما بشوف الشائكه كده على فكره. عادي عادي. انا حتى في الفتره اللي احنا كنا لسه متخرجين فيها الحوار ده كان عامل مشاكل كتير، وقبلها كان عامل مشاكل كتير. الناس اللي هي بتبقى خريجه حاسبات او خريجه هندسه كمبيوتر، والناس اللي عاملين كارير شيفت من مجالات ثانيه، هل في نوع من انواع التفضيلات؟ يعني هل ده احسن من ده؟ هل انا ممكن اقول فعلا ان فلان احسن من فلان كشركه وانا بعمل هاير، ولا ما بتفرقش؟ بص هو فعلا زي ما انت قلت ده سؤال فيه خناقه، ممكن لو انا رديت عليه الناس تبدا تزعق يعني في الكومنتس. بس زي ما قلنا احنا بنعرض ايه وجهات نظرنا. خليني اقول لك ان انا وانا ماشي في اي شركه من الشركات اللي انا اشتغلت فيها، دي تجربتي الشخصيه، كنت بلاقي كتير قوي من الناس ديت هي ولا خريجه حاسبات ولا تعرف حاجه عن هندسه وما لهاش علاقه بكل الكلام ده. however انا كنت بقعد قدامهم اقعد بس اسجل نوت اتعلم منهم. فخلينا نقول ان فعلا الكارير بتاعنا ده بالذات مثلا مختلف عن الطب. لازم ابقى دخلت طب ارجع امارس ابقى دكتور. صح مظبوط. لكن الكارير بتاعنا دوت هو مجموعه من الفاندامنتالز بتبدا يعني تبدا بيها الكارير بتاعك، وبعد كده تتخصص في حاجات. فممكن يبقى في ناس خرجت اصلا، ودي انا شفتهم كتير قوي، هم خريجين اداب قسم لغه معينه، بداوا ككول سنترز باعتبار ان هم عندهم اللغه ديت، وبعد ما بداوا كول سنترز بداوا يخشوا شويه في حاجات تفاصيل تكنيكال بسيطه، منها اتعينوا كسبورت انجينيرز في شركه ما، وبعد كده بداوا يدرسوا اكتر. مثلا هو سبورت انجينير في حاجه في الكلاود، هي حاجه صغيره قوي، بدا هو يكبر نفسه ويعلم من نفسه ويعرف يعني ايه كلاود. لا عنده ايه ده انا في باشن في الحته ديت، بدا يذاكر الحاجات التكنيكالز. انا وصلت مثلا انا بدات الكلاود ممكن بعد سنتين من شغلي، وبداوا بعد 8 سنين بس بقى شخص بقعد قدامه واتعلم. كتير قوي من الناس ديت انا بقابلهم في كل الشركات اللي انا اشتغلت فيها. however في البدايه بس عشان خاطر لو في حد بيتابعنا هو لسه فريش جراد من شركه سوري فريش جراد لسه فريش جراد من جامعه مختلفه عن حاسبات او علوم حاسب او هندسه، ما يبقاش مخضوض لو شويه بيقدم في حاجات كتيره وما بيتقبلش او ما فيش حد بيبدا يعمل له انترفيوز لسبب اللي انا دلوقتي انا عايز حد عنده الفاندامنتالز. فبيبقى صعب وانا لسه بفلتر السي فيز من بره الاقي حد ان هو خريج تجاره مثلا ممكن يبقى انت اشطر ويبقى عندك الفاندامنتالز انك اشتغلت على نفسك، بس ده مش واضح قوي. فلو انت لسه في الايرلي كارير شويه ممكن يبقى انا بقول هو يبقى عائق. خصوصا كمان ان انا بشوف البوستس بتاعت الناس اللي بتعمل جراديوت بروجرام يقول لك مانداتري تبقى خريج كذا او كذا، دي بشوفها كتير على لينكد ان. هل هي شرط عشان خاطر او هو ده بقى بلوكر خلاص انا مش هخش المجال ده؟ انا بقول لا، من المحاوله والسعي بتقدر، بس ممكن الفرصه في الاول اصعب شويه بالنسبه لي انا. بتبقى لا صعب كتير مش صعب شويه بصراحه. اوكي. بس انت ممكن يبقى عندك وجهه نظر مختلفه فاحب اسمع منك. بص هو انا يعني بشوف شركات كتيره جدا ما بتطلبش ده. أوكي. يعني انا بشوف شركات ما بتطلبش الحته بتاعت الديجري في السي اس، علشان احنا كايرلي كارير بس ولا بعد كده؟ لا حتى كايرلي كارير. انا اقول لك انا حاجه حلوه، انا بما ان انا عارف ان الريسورسز اللي بتخلي الناس تذاكر سي اس او الفاندمنتالز بتاعت سي اس موجوده بشكل ام اي تي عندها كورسز كتير وهارفرد حاجات كتيره جدا. انت لو عايز تاخد الفاندمنتال وتبقى شاطر، لو انت فعلا دماغك هتستوعب حاجه زي كده انت هتبقى شاطر تمام. وكمان اللي بيساعد في حته ان انت لو انت معكش الديجري ان الدنيا تبقى برده ماشيه معاك من غير ما يكون في مشكله، او انت الدنيا تبقى ماشيه او لما تيجي تقدم ما تترفضش. حته ان انا طبقت ده في ايه؟ ما انت برده ممكن تقول لك انا خدت النولج يلا بقى انا عايز اشتغل.
ما هي حبيبي اللي درسوا اصلا ما مش لاقي شغل، يعني اللي درسوا اللي هو كان ده مجال دراسه في الكليه مش لاقي شغل من غير ما يعمل حاجه تانية على جنب. فانت جاي من حته ابعد شويه من اللي عنده، او جاي من جزء ابعد شويه، او حظك اقل شويه من اللي هو اصلا درس المجال، بس محدش قال لك ان هو مستحيل، محدش قال لك ان هو مش هيحصل. خصوصا لو انت اشتغلت على نفسك وبدات تطبق اللي انت اشتغلت بيه ده براكتيكال، والناس بدات تشوف الامباكت بتاعه، صدقني هيبقوا اخر حاجه باصين عليها موضوع الديجري ده. خصوصا الشركات الكبيره مؤخرا كمان بقيت اشوف اكتر من شركه من الشركات الفانج ما بيبقاش قوي موضوع يعني الديجري ذا بلس، بس البراكتيكال نولج او انت طبقت ايه او عملت ايه بايدك ده اهم بكتير. وكمان لما بتخش لما بتخش الانترفيو، انا ما بسالكش على حاجه قوي، ما بسالكش على حاجه قوي ليها علاقه بالشهاده، بس لما اجي احطك في اسئله التكنيكال كويستشنز بيبان اللي فاهم من اللي مش فاهم. يعني لو انت حافظ بس، لا هتبان قوي ان انت حافظ بس يعني. بس خلي بالك برضو انت قلت حاجه يعني ايه عايز استعين بيها، كان هو اصلا ممكن اللي خارج من كليه مختلفه هو يبقى عنده ايدج مختلف، عنده ايدج مش موجود عند اللي دخل كليه حاسبات ومعلومات او دخل كليه ممكن هندسه ودرس الدكاتره، فاندامنتالز. احنا كان معانا دكتور في شركه ما اشتغلنا فيها، كان معانا طبيب و اوكي. والاطباء عندهم قدره حفظ عنيفه جدا. ما شاء الله دلوقتي راجل معاه دكتوراه في المجال بتاعنا، مش سيبك بقى من دكتوراه في المجال الطبي، هو معاه دكتوراه في المجال في المجال بتاعنا. يس. ف انا بقول لك الايدج بتبقى دوت ميزه. لو انت خريج تجاره مثلا ممكن تبقى انت بدات شويه كحد بيحلل بيانات، انت راجل بتعرف تقرا ارقام، انا لسه فبدات كبي اي، بدات على البي اي كده، بدات استعنت بيه وبدات تحلل الارقام اللي قدامك، فبقيت بعد شويه حد سبيشالست في البي اي، بعد كده لا انا سبيشالست فبقيت اطلع حاجات وعرفت ايه ده في بايثون اصلا ممكن انا استعين بيه فاطلع داشبوردز عنيفه ومش عارف ايه، فدخلت المجال من الناحيه دي، واحنا دي شفناها كاكزامبلز اكتر من اكزامبل، وما شاء الله دلوقتي ناس ناجحين جدا ما شاء الله ما عليهم. شاء الله. بتدي لك ايدج كمان ان انت عندك مايند سيت مختلفه، دخلت في اندستريز وانت لسه خارج من الكليه، حتى لو انت ما بداتش على طول في كارير حاسبات يعني ما جاتلكش الفرصه ديت، فبقيت اوير باندستريز مختلفه، ممكن يبقى اللي خريج حاسبات ده هو محشور من ساعه ما خرج في كود مثلا، صح، محشور في السوفت وير انجينيرنج، لكن ما عندوش الايدج بتاعت الاندستري ديت. تعقيب برضه على الجزئيه انت بتتكلم فيها دي بتبقى شطاره من اللي عامل الشيفت، انه ينقي الحته اللي يبدا منها وهو هو عارف ان دي سترونج بوينت عنده. يعني انت بتتكلم في انه اصل بتاع التجاره ممكن يكون شاطر في الارقام، فلما دخل في الحته بتاعت البروجرامينج دخل من ناحيه البيزنس اناليست، ما راحش على الفرونت اند. فاهم يعني بتميك سنس اكتر لما تبدا تختار الحته او الدومين او الفيرتيكال اللي انا ممكن او ايا كان التخصص اللي انت عايز تكمل فيه، وانت عارف ان انت عندك حته ممكن تبيلد عليها. انا مش جاي على الابيض خالص، بس عشان سمعت ان ابن خالتي شغال خريج سي اس، شغال في مش عارف في الشركه الفلانيه بياخد رقم خزعبلي، فانا عايز ابقى، هي ما تمشيش كده. واحنا المجال بتاعنا كمان فيه ميزه ان هو انت مجرد ما حطيت رجلك فيه ممكن بعد كده تتنقل عادي، يعني انت ممكن حد يبدا بحته البي اي زي ما قلنا كده، بعد كده يروح للكلاود، بعد كده من الكلاود يبقى اس ار اي، بس طبعا ده بياخد مش على طول يعني، مش بياخد وقت، بياخد وقت، بس تعرف تتنقل ما بين حاجه والتانيه. انت ممكن تشفت عادي. انا اعتقد انا شفت في كاريري برضو، هو من وجهه نظري من ويب الكلاود شفت انا اوريدي بعد الكليه. حاسس ان دوت ما بيبقاش اسمه شيفت كارير قوي على قد ما هو انت بتغير بس الدومين انا بتكلم ان نطه الدومين بتحصل، انت وانس ان انت جوه انت ممكن تنط من دومين لدومين عادي، يعني مش حاجه معضله. صح، فهي دي احد المميزات اللي موجوده في مظبوط. المجال بتاعنا. طب خليني بقى ايه اسالك سؤال ممكن نبقى نفرد له اصلا حلقات لوحده، عشان هي شويه بيعتمد على مجموعه من السكيلز يعني في وجهه نظري، بس انا عايز اعرف وجهه نظرك فيه. قول. انا شغال دلوقتي في الشركه خلاص بقى لي سنه وداخل في الثانيه، عملت شويه امباكت محترمين، خلاص بقت ايدي في الشغلانه زي ما بيقولوا كده. ازاي انا اطلب في الانيوال ريفيو بتاعي ترقيه، او اطلب زياده في المرتب، او يبقى عندي الايدج ان انا اطلب حاجه اصلا ديت، انا خلاص انا وصلت عملت كل اللي عليا، انا حاسس ان عملت كل اللي عليا، فانا هطلب ترقيه مثلا. ازاي اعمل حاجه زي كده؟ مبدئيا خلينا برضو نوضح حاجه بسيطه جدا، الا وهي ان دايما الشركات الكويسه يعني بيكون عندهم نوع من انواع الاستراكشر في، احنا عندنا الترقيات دي بتحصل في توقيتات معينه في السنه. يعني انا مثلا ما اجيش فجاه اقوم رايح قال لي مدير عايز اترقى، هي ما بتمشيش كده. هو بيبقى في نوع من انواع الريفيو بيحصل، وانت لما بتخش الشركه بتعرف ان دي الويندو اللي الناس بتبدا تترقى فيها، وليكن مثلا في شهر 9 شهر 10، ممكن تحصل مرتين في السنه على حسب كل شركه. فانت بتعرف الاول الويندو دي امتى. تمام. طب عرفنا الويندو، يا اما الشركه عندها فريم ورك بتبدا ان انت ترفلكت نفسك عليه، يعني شركه بتقول والله انا عندي ان التايتل الفلاني الاكسبكتيشن منه 1 2 3 4. اوكي.
في شركات بتدوكيمنت ده، كل تايتل عندها بيكون ليه سكوب، يعني ديفينيشن واضح مفصص بجولز بكل حاجه. وفي شركات لا. عشان نوضحها بس، يعني هو سوفت وير انجينيرنج، سوفت وير انجينير 1 مثلا الريكوايرمنتس بتاعته اللي هو عشان سوفت وير انجينير 1 تعمل كذا كذا، والجولز بتاعته اللي هو يعمل 1 2 3 مثلا. بالظبط. سوفت وير انجينير 2 ده دي مختلفين حاجه شويه. مختلفه. ممكن يبقى اكتر نقطتين ثلاثه اوكي في الديفينيشن وفي في الجولز. اوكي تمام. فانت محتاج الاول تعرف الشركه عندك عامله فريم ورك ده ولا لا. عامله خير وبركه. انت كل اللي انت هتعمله ان انت بعد فتره ما من الشغل انت مبدئيا بتبقى شايف التايتل اللي جاي ده البوينتس اللي بتديفاينه ايه، والجولز اللي مكتوبه فيه ايه. بتبدا ان انت تدوكيمنت ده على الديلي جوبز بتاعتك. اوكي والله انا راجل شايف ان انا بعمل ده عن طريق 1 2 3 4. بالدوكيمنت اخد التايتل والدوكيمنت انا بعمل ده في 1 2 3 في الشغل بتاعي. وبعد ما بتخلص وقت النومينيشنز او وقت اللي المديرين بيقولوا فيه للاتش ار احنا عايزين ننقي مثلا حد او نرشح حد للترقيه. اوكي بتتكلم مع مديرك في ال1 تو 1 قبلها وتقول له والله انا شايف نفسي اليجيبل فور بروموشن، قول لي رايك. وانا عملت الدوكيمنت حاولت ان انا اماب عليه بيزد على الفريم ورك اللي الشركه حطاه للتايتل اللي جاي، وانا بقالي شغال بالحاجات دي في الفتره الفلانيه. وبتبعت له الدوكيمنت والمانجر بتاعك بيديسايد وذر ان الكلام ده فاليد ولا مش فاليد. عشان ممكن تبقى بالنسبه لك انت شايف ان انت تستحق الترقيه، بس مديرك شايف انه لا لسه شويه. اوكي ده بيحكم فيها ايه؟ بيتحكم فيها حاجات كتيره جدا، سواء بقى بوليس الشركه، المانجر فيو برضو عشان هو بيبقى في الاول وفي الاخر متحجم او بكباستي معينه. البادجت. البادجت بتاعت التيم وما الى ذلك. فهو اللي بيحدد اذا كان هيموف الابلكيشن بتاعك فورورد ولا لا. تمام. اوكي طب انا ما عنديش، الشركه ما عندهاش فريم ورك. والله انا هبدا اشوف الناس السينيورز اللي في الشركه بتعمل ايه، وابدا اماب اللي انا بعمله على اللي هم بيعملوه. صح. هات فاليد سينيور ككيس وشوف الراجل ده بيعمل ايه، وقول للمانجر بتاعك والله انا الراجل ده بشوفه بيعمل 1 2 3 4، فبناء عليه انا بعمل حاجات شبهه 5 6 7 8، فانا شايف ان انا اليجيبل فور بروموشن. ويبدا المانجر بتاعك ياخد معاك التوكن. الحاجه الكومن ما بين الاثنين ايه؟ ان انت لازم تتكلم مع المانجر بتاعك تقول له ان انت عايز تجوت بروموتد. ودي حاجه انا جربتها على مدار كاريري كله. مفيش مانجر هيجي يقول لك تعالى رقيك. تمام. خلينا متفقين ان انت اللي هتاخد الستيب دي في العادي. اصل هو شغال وما اشتكاش والدنيا تمام فتمام. فانت اللي محتاج تريز، ما تفضلش قاعد مستني ان المانجر هيجي يقول لك بس انت بقالك 3 سنين كفايه عليك كده تعالى رقيك بقى. مش ده مش هيحصل. انت محتاج تاخد الستيب في ان انت ايه، تروح وتطلب منه موضوع الترقيه. هو لو حصل مره كمان مش هيحصل تاني يعني، ما يعني لو صدفه المره اللي هو جه قال لك انا دي هرقيك حاجه عشان انت يعني كويس نادره. انا بقول لك مش هيحصل تاني. شوف انا عديت شركات كتيره فما حصلش خالص مره ان المدير جه قال لي يلا عشان ارقيك دي. لازم انا اللي اطلب. ف انا بالنسبه لي افضل الطريقه بتاعت ان انت تماب اللي انت بتعمله ده، سواء اجينست فريم ورك او اجينست سينيور اصلا موجود، سواء بقى معاك في التيم او في تيم تاني. وطبعا يفضل يكون معاك في التيم عشان يبقى السكوب بتاعك واحد يعني. اوكي انت قول لي وجهه نظرك لو مختلف تتفق. انا متفق معاك. انا بس ممكن اضيف حته ان انا حاسس ان هي الترقيه ديت هي فيز، هي مرحله من حياتك. مش بتيجي لحظه كده ونقول احنا عايزين نرقي، لا ده هي بتحتاج لها بلاننج شويه، وبتحتاج لها شويه شغل ومجهود. حاجه بتشتغل عليها بروجكت، ممكن تعتبرها بروجكت. لونج تيرم شورت تيرم يعتمد على انت فين بالظبط من الترقيه ديت. فانا شايف وانس ان الواحد بقى ستيبل خلاص في شغله، بمعنى اي ام دوينج الحاجه اللي مطلوبه مني بشكل كويس، خلاص تمام. بقيت ستيبل، ما فيش حد بيجي يعلق لي على شغلي. خلاص انا وصلت للمرحله اللي انا في الليفل بتاعي كويس. ببدا شويه بقى ايه، اجيب الدوكيمنت لو هي متوفره بتاعه النكست ستيب. انا زي ما اقول لك كل واحد محتاج يبقى عنده كارير، يبقى باصص قدام. انا مش هفضل واقف في المرحله دي كتير. فهيجيب خلاص النقطه اللي بعدها انا هبقى مثلا من سوفت وير انجينير 1 لسوفت وير انجينير 2 مثلا يعني. خلاص انا جبت الدوكيمنت ديت وايه، اتكلمت مع المانجر بتاعي وعملت تشيك ليست كده بالجولز بتاعت او الريكوايرمنتس بتاعت سوفت وير انجينير 2 دول. قلت للمانجر بص انا عامل التشيك ليست ديت وانا شايف ان انا عندي 1 2 3 موجودين. هاو ايفر في 4 حاجات تانيين مش موجودين، هل انت تتفق معايا في الموضوع دوت؟ يقول لك لا ده انت هي اول واحده بس اللي موجوده، ده انت بقيه الحاجات دي مثلا مش موجوده. فتبدا تتناقش معاه تقول له طب انا ازاي، انت تنصحني ازاي ان انا ابقى اجيب الجزئيه دي او ان انا اعمل الجزئيه دي. زي ما قلنا من شويه انت عندك منتور، تبدا تتناقش معاه في الاجزاء دي. تقول له انا طبيعه شغلي دلوقتي بعمل 1 2 3، فانا عايز اترقى، هل انت شايف ان انا جاهز دلوقتي ولا لا؟ فانت بتبدا كل شويه تتكلم مع المانجر بتاعك ده بناء على يعني خبرتي في الحته دي. انا ببدا مش بزن عليه، بس ببدا اريز انا ده التارجت بتاعي، وانا واخدك دلوقتي ككارير كوتش او كمنتور. فانت محتاج كل شويه تديني فيدباك عشان خاطر ابدا
يعني افضل اون ذا رايت باث. مش هتتكسف يعني؟ مش لا عايز ما مكسوف؟ بتكسفش خالص، ما فيهاش كسوف، دي ما فيهاش يعني حاجه، ما يعني يعني ده ما حقي، يعني انا مش هتكسف اروح ده اطلب حقي من المانجر وواجب بتاعي؟ عليا تجاه نفسي اصلا ان انا يبقى عندي كارير باث واضح وانا شغال فيه وببني فيه كل شويه وبتقدم، مش واقف في الحته دي بس. دي حاجه الناس محتاجه انها تبقى فاهماها يا جماعه. الكلام ده ما فيهوش كسوف. لو انت شايف فعلا ان انت بتعمل التايتل اللي جاي مثلا بيحتاجه، انت محتاج تريز ده، محتاج تريز يور فويس، محتاج تريز يور هاند، محتاج تكلم مع المانجر بتاعك. الحاجات دي ما تستناش حد يجي يطبطب عليك يقول لك يلا عشان تترقى، عشان ده مش هيحصل يعني. بالظبط. وفي مرحله بعد كده انت ممكن تبدا تزن، انت خلاص بقى عديت كل الريكوايرمنتس والمدير بتاعك اتفق ان انت اوريدي بتعمل كل الكلام ده. اصل هو المدير يعني في الاول وفي الاخر هو مش عايز يحبطك ويقول لك لا انت ما بتعملش ده وانت اوريدي بتعمله. مم. هو فعلا يعني المدير السالك زي ما بنقوله اكيد هيعمل كده يعني. صح. بس هي في بعض الحاجات لو هو فيري ترانسبيرنت ممكن يشيلها معاك يقول لك انا ما عنديش بادجت بمنتهى البساطه. صح. انت عشان خاطر تترقى فانت محتاج 15% 20% زياده، ما عنديش بادجت لده، بس انت اون الليست اللي في اول الناس اللي هتاخد الترقيه باذن الله. شورت ليست يعني. بالظبط. ف بتبدا تحط بقى معايا طب احنا الكوارتر الجاي، طب انت بتتوقع فيه اديني اي تي ايه للموضوع دوت، مم. انا امتى ممكن اترقى؟ فيقول لك لا والله الفيزيكال يير الجايه مثلا هو اللي هيبقى لما يجي لنا فانت بادجت. بتفولو اب. بالظبط. انت ساعتها بقى بتبدا، احنا بنسميها بالبلدي كده بتزن او ايفر، انت لا بتبدا تفولو اب معاه علشان الموضوع دوت. طيب خلينا عشان برضو ما نطولش على الناس نستوب لحد هنا، اوكي. ونخلي الحلقه الجايه نتكلم فيها في توبيك تاني برضو ان شائك. شاء الله ان شاء الله. فشكرا ليكم ونشوفكم الحلقه اللي جايه.